فستان الفرح لوحده اتكلف ملايين لأنه من تصميم أشهر مصممي الأزياء في العالم، زهير مراد. غنى في الفرح عمرو دياب وتامر حسني، وغنى كتير قوي من الفنانين المصريين. تعالوا معايا نتعرف على أهم ما يميز فرح ريم سامي أخت المخرج محمد سامي وزوجها رجل الأعمال محمد المغازي. ريم سامي من مواليد 1990، اتخرجت من الجامعة البريطانية في القاهرة وبدأت مسيرتها الفنية عام 2018. الناس كلها كانت متابعة فرح ريم سامي، وكانت حديث السوشيال ميديا الأيام اللي فاتوا، وحضر الفرح كل نجوم مصر ما عدا النجم محمد رمضان. تعالوا هنعرف ليه. زوج ريم سامي هو رجل الأعمال محمد المغازي. الراجل ده بيحب الخصوصية جدا وملوش خالص في النجومية والشهرة، ده بعد ما عرفنا انه قافل جميع صفحاته الشخصية هو وعيلته. ريم كان ذوقها في الفرح راقي جدا وبسيط مثل الأميرات. الفستان الرائع الستان ده كان من تصميم العالمي زهير مراد. الفستان اتكلف بالمصري 10 مليون جنيه، والشعر اللي صففه كان الكوافير أحمد منير. طبعا وكلنا لاحظنا الإكسسوارات كانت بسيطة وسيمبل وكانت أكثر من رائعة. الإطلالة كانت هادية وملكية جدا زي الأميرات. الفرح اتعمل في فندق الفور سيزون. في الفرح غنى عمرو دياب وأبدع بأغانيه الجميلة اللي كلنا بنحبها، وتامر حسني برضو غنى أغانيه الجميلة الرائعة، وحضر نجوم كتير زي روجينا وهنا الزاهد وغيرهم وغيرهم. بس محمد رمضان ما حضرش. طب ليه؟ محمد رمضان بيثبت ان لسه في مشاكل بينه وبين المخرج محمد سامي، عشان كده ما حضرش الفرح. اما احمد السقا انتهز الفرصة وكانت ظريفة جدا، ورقص مع العروسة رقص سلو وكان بخفة دم. يا ترى ايه رأيك في فرح ريم سامي؟ ويا ترى فرح فيه كل النجوم دي وغنى فيه أكبر نجوم مصر، يا ترى تكلفة الفرح هتكون قد إيه؟ الحكم ليكم في الكومنتات. كانت معكم المحققة نوسة.